يعني البعض يرى أنه بعد سيطرة داعش على هذه المناطق بأنه تنظيم القاعدة انتهى في العراق، خاصة بداية الانتهاء هو الانتهاء الإعلامي أيضا، وبالتالي أنه هل أصبح من الصعب العودة من جديد العمل كجماعة مسلحة في العراق بعد مرحلة داعش، حتى وإن بقي التنظيم لكن من دون أفراد على الأرض بجماعات عسكرية أو بسيطرة على الأرض؟ وجود الأسماء ليس ضروريا، فوجود القاعدة في مكان ما وخسرانها الأماكن أو تنظيم الدولة كذلك ليس بالأمر الغريب. يعني حتى لو زالت هذه الجماعة ستأتي جماعة أخرى. الأدبيات هي نفسها الموجودة، الكتاب والسنة، وهما مصدر التوجيه والتربية والتنشئة الاجتماعية والتنشئة العقائدية ثم العمل الجهادي. المصدران موجودان، الآيات كلها موجودة، أحاديث ثابتة. في البخاري 50 حديثا على الجهاد، وفي مسلم 69 حديثا على الجهاد. هذه لا تفنى، هذه ما زالت ستربى عليها الأجيال. وكذلك بالنسبة للرؤية والمظلومية التي وقعت على الناس. أهل السنة والجماعة في المثلث السني ظلموا وصيبوا واجهوا حركات استئصالية صليبية حاقدة جاءت إليهم بقضها وقضيضها. ثم الأحقاد المتراكمة التاريخية عند الشيعة صارت كلها اندفاعات أو اندفاعات لمزيد من السيطرة، مزيد من الاستئصال. وكذلك الأكراد العلمانيين الذين يتبعون كل ناعق. ففي وقت واحد منطقة أهل السنة بتوجهاتهم المختلفة ديست حقوقهم، محيت وجودهم، حوربت كل جوانب حياتهم، معتقداتهم، انتماءاتهم، عشائرهم، مذاهبهم، اقتصادهم، البنى التحتية في بلادهم. فهذه ما زالت موجودة. حتى لو زال تنظيم الدولة ستظهر جماعة أخرى تتبنى نفس الأفكار، ربما تستفيد من أخطاء القاعدة أو أخطاء تنظيم الدولة، ولكن تتبنى نفس ما تتبنى الجماعات الأخرى. فهذه المنطقة السنية من بين المكونات الثلاثة، الشيعة العرب والسنة العرب والأكراد، في زمن صدام حسين الخاسر الأكبر كان السنة، كان السنة العرب. القوى الغربية ربت الأكراد، دافعت عن الأكراد، ربت وأنشأت الأكراد وأهلتهم إلى أن يديروا مناطقهم بأنفسهم. السويد هي التي زودت كل البرلمان الكردي بالكاميرا والأجهزة الإلكترونية من كمبيوتر وغيرها. إيران تبنت القوى والجماعات الشيعية وربتهم، وكان ناطق نوري نائب وزير الداخلية وهو عراقي، أو تجد العراقي كان مسؤولا بجانب مسؤول إيراني يتربون، والبازدار الحرس الثوري يربي الجماعات الأخرى. الجماعة الوحيدة التي اضطهدت أكثر كان أهل السنة، لأن أهل السنة صحيح أنهم لم يقتل منهم كما قتل من الأكراد والشيعة، ولكن أيضا لم يفسح لهم المجال ليتربوا، ليعيشوا عيشة جماعية، لتنشئة الاجتماعية. ولذلك مجرد جاء الاحتلال الجماعات الجهادية كانت أكثر من 20 جماعة. طيب.